كان هناك طفل صغير يدعى علي كان يحب الدراسة والتعلم، ولكن في بعض الأحيان كان يواجه صعوبات في فهم بعض الدروس، وكان يشعر دائما بالإحباط عندما لا يتمكن من حل بعض المسائل بسهولة. في يوم من الأيام كان يدرس الرياضيات، ولكنه واجه صعوبة في حل مسألة صعبة. حاول مرارا وتكرارا، ولكنه لم يتمكن من حل المسألة. لم يفقد الأمل واستمر في المحاولة، وطلب المساعدة من معلمه. أعطاه المعلم بعض النصائح والإرشادات، واستمر علي في المحاولة. لم يستسلم علي، واستمر في العمل بجد واجتهاد لفهم المواد الصعبة، وكان يدرس لساعات طويلة ويمارس بانتظام حتى أصبح من أفضل الطلاب في الصف. وفي النهاية حصل علي على أفضل درجاته في الاختبارات، وحصل على شهادة تقدير من المدرسة، وأدرك أن المثابرة والاجتهاد هي المفتاح لتحقيق النجاح في الحياة. أتمنى أن تكون القصة ملهمة وتشجع الأطفال على الاستمرار في المحاولة والعمل الجاد لتحقيق أحلامهم.